ملخص اللي حصل في الجولة ال21 من البريمير ليج، فيلا بينا. مبدئيا اليوم الأول شفنا أول ماتش فيه كان ما بين نوتنغهام فورست وأرسنال، وأرسنال قدرت تكسب في الماتش ده 2-1 في ماتش كان لتألق خيسوس. سجل هدف وصنع هدف، وكمان ساكا قدر ان هو يسجل هدف. بعد كده في نفس اليوم بالليل شفنا ماتش ممتع جدا ما بين نيوكاسل واستون فيلا. ماتش كان المفروض يبقى الصقر لاستون فيلا، وان هم بيلعبوا على ارضهم، وخسروا ماتش الذهاب هناك في نيوكاسل 5، ولكن بيخسروا ماتش العودة كمان 3، وفابيان شار بيسجل هدفين. فيا بخت اللي كان عنده فابيان شار وبيلعب بيه اساسي في الجولة دي. بعد كده بقى في تاني يوم كان ماتش مانشستر سيتي وبيرنلي، ماتش تألق يوليان الفاريز يسجل هدفين في الماتش، وكمان شفنا دي برويني رجع للصناعة والتهديف والكلام ده كله تاني، وقدر ان هو يصنع يعني بيصنع هدف في الماتش ده. بعد كده شفنا ماتش تحفيل وكل حاجة فيه ما بين توتنهام